لو كل شهر بتقبضي مرتبك تلاقي جزء كبير كده منه راح في الأقساط والديون وتفضلي طول الشهر كده مستنية الراتب الجاي عشان تسدي اللي عليكي. في الفيديو ده هقولك ازاي تعملي الحاجات دي كلها، بس قبل ما نبدأ ياريت نسمي ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول حاجة كده عايزاكي تعرفيها، التخلص من الديون مش معناه ان انت لازم يكون مرتبك كبير. في ناس دخلها كده بيكون كويس وبرضه غرقانة في الديون، وفي ناس دخلها محدود وقدرت كده واحدة واحدة تخرج منها. الموضوع محتاج خطة كده وقرارات واضحة وصبر، والأهم من ده كله إن انت توقفي الناس دي في الأول قبل ما تحاولي تسدي ديونك. اعرفي بالظبط انت مديونة بكام. أكبر غلطة ممكن تعمليها إنك تكوني خايفة من الديون من غير ما تعرفي حجمها الحقيقي. هاتي ورقة كده واكتبي كل دين لوحده، اكتبي اسم الجهة أو الشخص أو المبلغ اللي عليكي أو القسط الشهري وميعاد السداد بتاعه، وهل عليه فوايد أو زيادات أو لأ. الحاجات دي كلها بتفرق معاكي. ما تكتبيش أنا عليا ديون كتير، اكتبي رقم واضح. لما الرقم بيبقى قدام عينك كده المشكلة هتتحول من حاجة مخيفة لحاجة لها حل، وبعدها اجمعي كل الأرقام عشان تعرفي إجمالي المديونية. ممكن الرقم في البداية يصدمك، لكن صدقيني كده معرفة الحقيقة أفضل من إن انت تفضلي مش عارفة وبتسددي بشكل عشوائي. بعد كده وقفي الاستدانة الجديدة، يعني ما تدينيش نفسك في حاجة جديدة. ما ينفعش تحاولي تطلعي من حفرة وانتي كل يوم بتحفري حفرة جديدة. لو كل شهر بتسددي دين وفي نفس الوقت بتستخدمي بطاقة أو بتستلفي من حد علشان تكملي الشهر، فانتي كده مش بتقللي الديون فعليا، انتي بتزوديها. خلي عندك قاعدة كده، مفيش دين جديد إلا للضرورة الحقيقية. لو عندك مصاريف غير ضرورية وقفيها مؤقتا. مش معنى كده انك تمنعي نفسك من كل حاجة، لكن الفترة دي لازم تكون فترة انقاذ مالي. الخروجات الكتير، المشتريات العشوائية، الطلبات المتكررة، الشراء لمجرد ان انت لقيتي حاجة كده عليها خصم فبتضطري ان انت تشتريها. كل الحاجات دي لازم تتراجع. بعد كده اعملي ميزانية على أساس الضروريات، يعني لو مرتبك قليل أهم حاجة تعرفي إن كل جنيه لازم يكون ليه وظيفة. ابدأي الأول بالأساسيات اللي هي الأكل والسكن والكهرباء والمية والمواصلات والعلاج ومصاريف الأولاد الضرورية. بعد كده شوفي ايه اللي ممكن يتخفض معاكي، مثلا بدل ما تشتري كل يوم حاجة من برا حددي ميزانية كده للأكل واعملي قايمة أسبوعية. اشتري كده على قد احتياجات البيت واستفيدي من الموجود عندك قبل ما تشتري جديد. الفكرة مش انك تعيشي في حرمان، لكن انك تمنعي الفلوس من انها تتسرب من غير ما تحسي. فرقي كده بين الاحتياج والرغبة، ودي اهم المهارات اللي هتساعدك تخرجي من الديون. قبل اي عملية شراء انت بتعمليها اسألي نفسك كام سؤال. انا عندي الحاجة دي او مش عندي؟ هل انا فعلا محتاجاها؟ ممكن أأجلها؟ ولو اشتريتيها دلوقتي هل هيحصل ضرر حقيقي أو لأ؟ الإجابة دي تقدري تستني بيها اليوم علشان تعرفي تحددي انت محتاجة الحاجة دي أو لأ. أي حاجة مش أساسية وعايزة تشتريها استني عليها يوم كامل. في الحالة دي هتكتشفي ان الرغبة راحت وانك أصلا ما كنتيش محتاجة الحاجة دي. بعد كده اختاري طريقة واضحة لسداد الديون. بعد ما عرفتي كل ديونك اختاري طريقة للسداد. ازاي؟ عندك طريقتين مشهورين جدا ناس كتير بتتبعهم وبيفرقوا جدا معاهم. الطريقة الأولى وهي إنك تبدأي بأصغر دين تسددي الحد الأدنى لباقي الديون، وكل مبلغ إضافي تحطيه على أصغر دين. فلما بيخلص بتاخدي المبلغ اللي انت كنت بتدفعيه كده وبتحطيه على الدين اللي بعده. الميزة هنا انك بتحصلي على فلوس في أسرع وقت وبيديكي دافع تكملي. الطريقة اللي بعد كده وهي ان انتي تبدأي بالدين الأعلى تكلفة، خصوصا لو عليه فوايد أو رسوم مرتفعة. تدفعي كده الحد الأدنى لباقي الديون وتركزي أي مبلغ إضافي موجود معاكي على الدين الأعلى تكلفة. الطريقة دي ممكن برضو توفر عليكي فلوس أكتر على المدى الطويل. اختاري بقى الطريقة اللي تناسب ظروفك، لكن الأهم إن انتي تختاري نظام وتلتزمي بيه. ما تدفعيش كل فلوسك للدين وتنسي الطوارئ.
وهنا نقطة مهمة جدًا، وهي إن أنتِ لو حطيتِ كده كل مرتبِك في سداد الدين اللي عليكِ، بعدها لو حصل لِك ظرف مفاجئ ممكن تضطري إن أنتِ تستلفي من جديد، علشان كده حاولي تعملي مبلغ صغير للطوارئ حتى لو بسيط، وده اتكلمنا فيه في أكتر من فيديو. مش لازم تبدئي كده بأي مبلغ ضخم، المهم يبقى عندِك احتياطي يمنعِك من اللجوء إن أنتِ يبقى عندِك دين وترجعي لأول المشكلة. ومع الوقت بعد ما وضعِك كده يتحسن حاولي إن انتِ بقى تزودي الاحتياطي بالتدريج كده، بعد كده قللي مصاريف البيت بذكاء، يعني لو مرتبِك محدود البيت نفسه ممكن يكون مصدر توفير كبير، اعملي كده قايمة أسبوعية للأكل قبل ما تتسوقي، واستخدمي المكونات الموجودة عندك، اشتري الكميات اللي بتستهلكيها بس، قللي الهدر، اعملي كده بعض الأكلات في البيت بدل ما تشتريها جاهزة، وراجعي فواتير الخدمات وشوفي هل في استهلاك ممكن يتخفض، والأهم ما تروحيش تشتري وانت عارفة ان انت مش محتاجة الحاجة دي. القايمة دي بتحميكي من الشراء العشوائي، وهنا الشراء العشوائي ممكن يخليكي ان انت تدخلي في ديون جديدة. بعد كده دوري على دخل إضافي حتى لو بسيط، لو قدرتي ان انت تزودي دخلك بمبلغ بسيط ما تستهونيش بيه. مش لازم تبدأي بمشروع كبير، ممكن تعملي حاجة من البيت حسب مهارتك وقدرتك عليه، ممكن طبخ، حلويات، حاجة كده انت بتشتغلي فيها يدوية تدخلك فلوس، تعليم، مهارة مميزة عندك، الحاجات دي كلها. حتى لو الدخل الإضافي بسيط عندك خلي عندك كده قاعدة، الدخل الإضافي مخصص بس للديون مش لزيادة المصاريف. لو دخلتي مثلا مبلغ إضافي ما تقوليش خلاص أقدر أصرف بقى براحتي وكده، لأ، اعتبري المبلغ ده أداة لتسريع خروجك من الديون. بيعي الحاجات اللي انت مش محتاجاها، بصي في البيت كده هدوم مش بتلبسيها، أجهزة مش بتستخدميها، أدوات موجودة من غير استخدام أصلا، حاجات اشتريتيها قبل كده وما بقيتيش محتاجاها. ولو الحاجة مش أساسية وممكن تتباع بسعر مناسب ممكن تحوليها لفلوس تساهم معاكي في تقليل الدين عليكي. لكن خدي بالك كده ما تبيعيش حاجة أساسية أو حاجة هتحتاجي إن انت تشتريها قريب. الفكرة إنك تستغلي الموارد الموجودة عندك في البيت، مش إن انت تخسري حاجة مهمة بالنسبة لك. اتكلمي مع أصحاب الديون لو السداد صعب عليك، يعني لو عندك دين كده وقسطه أكبر من قدرتك ما تخافيش، التواصل أفضل من إن انت تتجاهلي الشخص. لو الدين لشخص اتكلمي معاه وحددي كده المبلغ اللي هتقدري تدفعيه بانتظام، ولو الدين لجهة رسمية أو مؤسسة كده اسألي عن الخيارات المتاحة لإعادة ترتيب السداد أو تخفيف الضغط عليكي حسب شروط الجهة دي. المهم متوعديش بحاجة أكبر من قدرتك، لو تقدري تدفعي مبلغ ثابت كل شهر خلي وعدك كده مبني على الرقم الحقيقي، الانتظام أفضل من وعود كبيرة وبعدها تتأخري. ما تدفعيش دين بدين إلا بعد حساب انت حاسباه كويس جدا. احيانا الناس تقول هستلف من فلان علشان اسدد فلان، وبكده الدين يعني بتنقل من مكان لمكان كده احنا مسددناش حاجة. قبل ما تعملي كده لازم تعرفي ان العملية دي هتقلل التكلفة عليكي ولا مجرد تأجيل للمشكلة. ولو الدين الجديد هيزيد مع المبلغ فانت كده هيتضاف عليكي رسوم وفوائد هتخلي القسط معاكي اكبر، وكمان هتخليكي تدخلي في مشكلة تانية. لازم أي قرار تعمليله إعادة ترتيب محسوب بالكامل. خلي عندك يوم مالي كده كل أسبوع، اختاري يوم ثابت في الأسبوع حتى لو نص ساعة، اقعدي شوية كده ايه اللي اتصرف، ايه اللي اتدفع من الديون، ايه المصاريف اللي خرجت عن الميزانية، ايه اللي ممكن يتصلح الأسبوع الجاي. الخطوة دي مهمة جدا لأن المشكلة في الميزانية اللي بتكتبيها أول الشهر، المشكلة إنك تتابعي تنفيذها بطريقة مظبوطة. لما تراجعي فلوسك كده باستمرار هتكتشفي التسريب قبل ما يكبر. متقارنيش نفسك بالناس. النجاح المالي مش معناه ان عمرك ما تغلطي، النجاح ان انت تغلطي بسرعة وتراجعي نفسك. ولو قدرتي بعد ده كله تخلصي من الديون اللي عليكي ما تعتبريش القسط اللي انت كنت بتدفعيه دي فلوس كده ممكن تصرفيها في حاجات ملهاش داعي. لا، حاولي ان انت تحولي المبلغ ده ان انتي تعمليه مدخرات، تحطيه في صندوق طوارئ، تجيبي بيه دهب، اي حاجة من الحاجات دي كلها
هيخلي دايما معاكي فلوس. ابدأي من النهاردة حتى لو بورقة وقلم كده، اكتبي كده أول رقم، حددي أول دين هتبدأي بيه، خدي أول خطوة. هدفك مش بس انك تسدي الدين، هدفك ان انت توصلي لمرحلة يكون فيها مرتبك ملكك مش ملك الأقساط. ولحد هنا يكون الفيديو خلص، أتمنى يكون عجبكم، أشوفكم بإذن الله في فيديو جديد.